بعد المناوشات التي جرت في مدرجة أول نوفمبر بتزوز بين أنصار مولودية الجزائر والتي أسفرت عن حدوث 5 إصابات، دعا أعوان الملاعب رؤساء النوادي لتخصيص أعوان لكل فريق ينتقلون مع فريقهم في كل مقابلة خارج الديار لتفادي مثل هذه الأحداث التي تسيء للكرة الجزائرية. لان واحد 3 لي سيبورتور نسن سي دي بيرتورباتور دغا كاراسن بيرتوربان لا سيتوياسيون ديالنا داخلها لي تريبيلنس. لات واحد 4 كنينا 5 لي بليسور ماشي حاجه نشوف اثنين تيليبورت سوكور نسن وساتد لي زومبيلونس نيفاكويا نروحن مي حاجه ماشي كرافن حاجه إلها لادفيرسير ما دي ديبلاسي ادي ويذس لي ستادي اورغانيزين باش نتعامل يثسن واستقبلناهم غايه، عطينا لهم يشربوا بيناتهم لي ناضت، حنايا ما عندنا حتى بروبليم معاهم والحمد لله سيكوريتي قويه ما كاين حتى بروبليم. ماتش خرج سلامات ماشي كيما لي ماتش اللي فاتوا كاع. عندنا بزاف لي ديفيكولتي وكاين الغاشي بزاف وكتشوف الحمد لله يا ربي ونورمالمون سا بيان باسي ان شاء الله. كما ناشد أعوان الملاعب الذين تسلموا مهمة تسيير وتنظيم المقابلات الجمهور إلى التحلي بالروح الرياضية وضبط النفس مهما كانت النتيجة.